بتبدأ أحداث فيلمنا النهاردة مع ويليام وبنته جرايس اللي من المرتزقة، وكانوا وقتها متجهين مع بعض على مهمة رايحين ينفذوها. بيتكلم وقتها ويليام مع جرايس إنها قوية جدا شبهه وعندها طموح، عكس أخوها أولي اللي مهما عمل مش بيعجب ويليام نهائي وشايف إنه مش نافع في حاجة. بتحاول جرايس وقتها إنها تعرف أبوها إنه أولي بيعمل المستحيل علشان يبهره ويخليه فخور بيه، بس ويليام مش بيبقى مقتنع بيه نهائي ولا بتصرفاته. وفي الوقت ده أولي بيسمعه وهو بيتكلم وبيكون متضايق جدا. في نفس الوقت ده بيكون مساعد رئيس الوزراء واللي اسمه جورج واقف في انتظارهم، وبنعرف بقى ان المهمة اللي رايحين ينفذوها هي القضاء على اهل قرية بالكامل علشان يكملوا مرور خط الغاز، وده لان اهل القرية رافضين التفاوض معاهم ورافضين كمان ياخدوا فلوس مقابل قريتهم دي. بيطلع وقتها ويليام السكينة وبيسلمها لجرايس وبيطلب منها تعرض عليهم لاخر مرة الفلوس، بس لو فضلوا رافضين تخلص على الكل بلا رحمة. فبيستغرب وقتها جورج ان جرايس هي اللي هتنفذ المهمة، وبيسأل ويليام لو كانت هتقدر تعمل كده، فبيعرفه ويليام ان جرايس تقدر تعمل اي حاجة زيه بالظبط. بتتحرك وقتها جرايس علشان تروح تنفذ المهمة، وبرضه أولي وباقي الرجالة بيكونوا معاها. اول ما بيدخلوا علشان يتفاوضوا مع اهل القرية بيحصل عليهم هجوم غير متوقع، فعلشان كده ضرب النار بيشتغل بين الكل، وبسبب كده كمان جرايس بتتصاب إصابة خفيفة في رقبتها. فبتروح واحدة من الفريق بتاعها وبتديها حقنة مسكن كده علشان تقدر تكمل معاهم، وفي نفس الوقت برضه بتطمنها ان الجرح بسيط ومش مؤذي. عامة وقتها بتكون في بنت من اهل القرية بتصور كل اللي بيحصل من غير ما حد يشوفها، وفي نفس الوقت برضه بترجع جرايس لابوها وبتعرفه ان اهل القرية رافضين التفاوض والفلوس وعاوزين يحاربوا، فبيطلب منها ابوها تاخد قرار وبسرعة علشان تحل بيه الموضوع. فبتؤمر جرايس في ساعتها بقتل كل الرجالة والاطفال اللي موجودين في القرية، بس طلبت منه يسيبوا الستات بس علشان ينشروا في كل مكان اللي حصل في القرية بتاعتهم، وبكده مفيش ولا قرية هتقف ضدهم مرة تانية. فعلا بالليل بيبدأوا في تنفيذ الخطة كلهم، وبيبدأوا يستهدفوا كل رجالة القرية والأطفال بدون ذرة رحمة منهم. المشكلة انهم مش بس بيضربوهم بالنار، دول كمان بيولعوا فيهم أحياء، ولو حد اتدخل علشان ينقذ جاره بيخلصوا عليه هو كمان. وبتتحول القرية وقتها لحالة مرعبة جدا، وكل الستات كانت مرعوبة. وكل ده بيحصل والبنت برضه بتصور جرايس وعيلتها علشان تبقى تبعت الفيديو للشرطة. على الجهة التانية بنروح لشخص اسمه توماس، واللي بيكون شغال ضابط في المخابرات تبع قسم مكافحة الإرهاب، واللي بيروح وقتها على بيت جدته علشان ياخد الخاتم بتاعها ويقدمه هدية للبنت اللي بيحبها علشان عاوز يتجوزها. وبما ان الخاتم ده ورث عائلي فكان حابب انه يقدمه للبنت اللي هتبقى شريكة حياته. وكمان بيعرفه وقتها صديق العيلة ان جدته هتكون فرحانة جدا باختياره. في الوقت ده بيتم الإعلان في الأخبار عن الحادثة اللي حصلت في القرية، وكمان قدروا يعرفوا ان ويليام وعياله هم اللي ورا كل اللي حصل ده، وعلى طول بيطلع مذكرة اعتقال بأساميهم. وكمان المحكمة الدولية بتطالب الأمم المتحدة بأنهم يسلموا ال3 أشخاص دول في أسرع وقت. في نفس الوقت ده بتوصل الأخبار لرئيس الوزراء وبيرفض انه يساعد ويليام في الموضوع، بس جورج وقتها بيعرفهم ان ويليام عمل كده بأمر منهم ومستني منهم الدعم الكامل والحماية. لكن رئيس الوزراء بيرفض انه يدخل نفسه في الموضوع ده، وبيقول لجورج انهم غلطوا غلطة كبيرة علشان سابوا دليل وراهم ولازم يتحملوا نتيجة اللي عملوه. وبيأمر كمان رئيس الوزراء جورج انه يوصل لويليام في أسرع وقت ويخلص عليه هو وعياله قبل الشرطة ما تقبض عليهم وتعتقلهم. في الناحية التانية بيروح توماس على المستشفى لحبيبته صوفي واللي بتكون شغالة دكتورة هناك، وبيعرفها انه حجز رحلة ليهم هما الاتنين علشان يسافروا باريس زي ما كانت بتتمنى. لكن وقتها صوفي بترفض وبتقوله انها مش هتقدر علشان عندها شغل، بس في الحقيقة هي كانت شايفة ان هما الاتنين عكس بعض تماما، لان كل واحد منهم حياته مختلفة عن التاني. لكن بيقول لها توماس انه ظبط قصة الشغل بتاعها وطلب من زميلها يتولى شغلها لحد ما يرجعوا، وبيطلب منها تديله فرصة علشان يسافروا مع بعض، فبتوافق. بنرجع تاني لجرايس اللي بتقدر تعرف ان فيه هجوم من قوة مكافحة الإرهاب هيحصل عليهم خلال كام يوم، فبتقول لويليام انهم ممكن يحجزوا تذاكر ويسافروا بسرعة، لكن ويليام بيرفض وبيعرفها انهم هيفضلوا هنا. ساعتها بترمي جرايس اللوم على نفسها علشان ما قدرتش تشوف البنت اللي صورتهم بالتليفون، وعلى طول بتبدأ تحط خطة مع ويليام ينفذوها علشان ينتقموا من الكل بسبب الغدر اللي تعرضوا له. لكن بيحذرها ابوها علشان اللي عاوزة تعمله ده هيقتل ناس كتير جدا، لكن جرايس مش بيبقى فارق معاها حاجة. في نفس الوقت ده بيروح توماس على بيت معين كده وبيلاقي هناك ست حامل بترعى الزهور، فبيحاول وقتها انه يتكلم معاها، بس الست ما كانتش حابة وبتطلب منه انه يمشي، فبيخدرها توماس وبنعرف انها مش حامل، وبتطلع
وبتطلع في النهاية حارسة للبيت اللي جرايس وويليام موجودين فيه. ساعتها بيتواصل توماس مع الرائد بتاعه بيسيت وبيعرفه باللي حصل، فبيأمره بيسيت وقتها انه ياخد حذره لان المهمة دي صعبة، وطلب منه كمان يستخدم أسلحة غير قاتلة معاهم لانه عاوزهم احياء. في الوقت ده بيسمع جورج اللي بيسيت بيقوله، فبيقوله انه ما ينفعش يعملوا كده لانه عاوزهم يتقتلوا، بس بيسيت بيرفض انه يسمع كلامه. بنروح بقى لتوماس والقوات اللي معاه وهم بيرموا قنابل دخانية علشان يقدروا يدخلوا يهجموا على المكان، وكانوا في الوقت ده بيقتلوا اي شخص يجي قدامهم، والوضع كان فوضوي جدا. عامة بعدها بيدخل توماس وصديقه ديك عند باب مقفول كده وبيحاولوا انهم يفتحوه، لكن الباب كان صعب جدا انه يتفتح، فعلشان يدخلوا كان لازم يفجروه. فبيكملوا وقتها قتل في الرجالة اللي بتظهر قدامهم، وبعد كده بيبدأوا يفتشوا في المكان كله لحد ما بيقدروا بعد شوية يلاقوا ويليام قاعد مستنيهم. فبيستغرب توماس جدا من برود أعصابه وإنه مش عاوز يقاومهم، فبيسيبوا وقتها لديك وبيطلع هو علشان يدور على جرايس لأنها طبعا الأهم بالنسبة ليهم. في نفس الوقت ده بيوصل جورج هو كمان وبيطلب من ديك إنه يسيب المكان ويخرج، فبيطلع وقتها ديك علشان يساعد توماس في القبض على جرايس، لكن بينبه توماس بشخص طالع يهجم عليه، وتوماس وقتها بيلحق نفسه على آخر لحظة. بيتكلم ساعتها ويليام مع جورج وبيعرفوا إن جرايس شخص مختلف جدا عن أي حد، لكن فجأة وقتها بيطلع جورج المسدس بتاعه وبيضرب ويليام أكتر من طلقة لحد ما بيتأكد إنه خلاص مات. في الناحية التانية توماس وديك بيلاقوا بنت واقفة كده في مكان، فبيفكروها جرايس وبيطلبوا منها ترفع ايديها، لكنهم بيتصدموا لما بيلاقوها ماسكة قنبلة وبتشد الفتيل بتاعها كمان علشان تخلص عليهم. فبيقتلها توماس بدون تردد وبينط من الشباك بسرعة هو وديك على آخر لحظة. بيفضلوا بعدها يضحكوا هما الاتنين بسبب المغامرات اللي بيمروا بيها سوا، بس لما بيعرف بيسيت بأن توماس خالف التعليمات وقتل البنت بيعرفوا توماس باللي حصل وإنهم كانوا هيموتوا بسبب القنبلة، وكمان بيعرفوا إن البنت دي ما كانتش جرايس أصلا. لكن بيسيت بيبقى متضايق لأنه خالف التعليمات وبيوقفوا كمان عن العمل لحد ما يشوفوا هيعملوا إيه، لكن توماس مش بيبقى زعلان، وده لأنه عاوز أجازة أصلا علشان يسافر مع صوفي، وبيعرف ديك بأنه خلاص ناوي يتجوز، وتوماس بيفرح له جدا لأنه عارف إنه في حياته قبل كده ما حبش حد. بيروح بعد كده توماس على المستشفى علشان صوفي تعالج له الجرح بتاعه، وهي لما بتشوفه بتطلب منه يحكي لها اللي حصل، لكن توماس بيرفض، وده لأنه مش حابب إنها تعرف أي حاجة عن شغله وعن اللي بيعمله، خصوصا لو إنها عرفت حقيقة شغله والناس اللي بيقتلها هتسيبه، وهو مش عاوز كده. عامة بيقرر توماس يقدم ميعاد الرحلة بتاعتهم ويروحوا بالقطر سوا، فبتوافق صوفي لكن بشرط، وهو إنهم يتكلموا عن كل حاجة لما يسافروا، وهو بيوافق. فعلا تاني يوم بيتحركوا هما الاتنين علشان يسافروا وكانوا مبسوطين جدا، لكن فجأة بتظهر جرايس بين الأشخاص اللي هيركبوا القطر، لكن كانت متنكرة في شكل تاني غير شكلها. مش بس كده كمان، ده كانت ماشية على كرسي متحرك علشان محدش يعرفها. بيدخل وقتها توماس وصوفي على المكان بتاعهم، وساعتها بتشوفهم واحدة قاعدة قدامهم كده وكانت فرحانة جدا بحبهم لبعض، لكن صوفي بتبقى متوترة جدا لأن شغل توماس مش عاجبها، خصوصا إنها عرفت إنه قتل الست اللي كانت منتحلة شخصية جرايس. في الوقت ده بتدخل جرايس على الحمام وبترجع لشكلها الطبيعي من تاني، بس ساعتها بيخبط عليها الحارس فبترفض تفتح له، لكنه بيدخل علشان يعرف مين اللي جوه، بس فجأة بتهجم عليه وبتطعنه بالسكينة في رقبته وبتقفل عليه الباب بعد كده وبتخرج. في نفس الوقت ده بيحس توماس إن في حاجة غريبة، فلما بيقرب من الحمام بيلاقيه مقفول، ولما بيفتحه بالعافية بيتصدم لما بيلاقي حارس القطر مقتول. فبيتصل على ديك بسرعة وبيعرفوا إن جرايس موجودة في القطر معاه وبتخطط لحاجة، لكن ديك بيقول له إنهم مش هينفع يتحركوا غير لما يثبت إنها موجودة فعلا. في الوقت ده بتتعرف صوفي على الست اللي قدامها وبيقعدوا يتكلموا مع بعض شوية كده لحد ما توماس يرجع لها. في الوقت ده بيدخل ديك لبيسيت وبيعرفوا باللي توماس قاله، لكن بيسيت بيبقى متضايق منه ومش عاوز يمشي ورا كلامه في حاجة، وبيطلب من ديك يثبت وجود جرايس في الأول وبعد كده هم يتحركوا. في نفس الوقت ده بتوصل رسالة من شخص مجهول لجرايس، بتعرف من خلالها إنها اتكشفت، وتعرف كمان إنها موجودة في القطر، لكن جرايس مش بتتأثر بالرسالة دي وبتكمل اللي بتعمله. وبنعرف كمان وقتها إن في عدد كبير من رجالتها موجودين جوه القطر وبيظهروا لما جرايس بتظهر قدامهم. بنروح بقى لصوفي اللي كانت اتصاحبت جدا على الست اللي قدامها وكانوا بيتكلموا مع بعض عن حياتهم الخاصة، فبتعرفها صوفي وقتها إن هي وتوماس عكس بعض تماما، لأن هي بتنقذ الناس وهو بيقتلهم. في الناحية التانية بتقتحم جرايس ورجالتها كابينة السواق وبتوقف القطر كمان أول ما بيدخلوا النفق، وفي لحظتها غرفة مراقبة المحطة بتعرف وبتطلب التدخل السريع علشان يحلوا المشكلة، لكن
بعدين جرايس بتدخل على غرفة التحكم وبتفصل كمان كل كاميرات المراقبة علشان تتحرك براحتها، وبيعطلوا خط سير القطر لحد ما يخلصوا اللي هم عاوزين يعملوه. ساعتها بقى بينزل توماس من القطر هو كمان علشان يعرف هي بتخطط لايه، بس وقتها بنعرف ان اولي ورجالته سيطروا على فرقة التدخل السريع وخدوا مكانهم، وبيسمع توماس وقتها انهم عاوزين يسيطروا على القطر، فبيدخل بسرعة وبيضرب واحد من رجالة جرايس، لكنهم بيحسوا بوجوده وبيضربوا عليه نار، فبيستخبى بسرعة قبل ما يقتلوه، وبيخرج بعد كده يقفل الباب عليهم علشان يمنعهم من الخروج. هنا بقى جرايس بتخليهم يفجروا الباب بسرعة، وبسبب كده كل ازاز القطر بيتدمر بسبب ضغط الانفجار، وناس كتير كمان بتتأذى من اللي حصل ده، وكان من ضمنهم الست اللي اتصاحبت على صوفي. وقتها بتحاول صوفي انها تنقذ الست بسرعة وتوقف الدم ده علشان تخرج الازازة من رجلها، وتوماس كان عمال يتصل على صوفي علشان يطمن عليها، لكن لما ما بتردش عليه بيسيب لها رسالة بيعرفها انه هيجي وينقذها. رجالة جرايس في الوقت ده بتدخل القطر وبيبدأوا يهددوا كل اللي موجودين علشان يسمعوا الكلام، وأي شخص كان بيقوم من مكانه كانوا بيخلصوا عليه بدون تردد. توماس ساعتها كان من ضمن اللي موجودين في القطر وكان هو الهدف المطلوب ليهم، لكنه بيقدر يعني يخرج من القطر من غير ما حد ياخد باله، وعلشان ما حدش يشوفه بينزل تحت القطر وبيتصل على ديك وبيعرفوا كل اللي حصل معاه. في نفس الوقت ده بينزل واحد من القطر وبيحاول انه يهرب منهم، لكن رجالة جرايس بيشوفوه وبيضربوا عليه نار والتاني بيموت في ثواني. الكل وقتها كان في حالة رعب شديد من اللي بيحصل، لحد ما بتدخل جرايس عليهم وبتحذر الكل ان اللي هيتحرك من مكانه هيخلصوا عليه. في نفس الوقت ده بتتصدم صوفي لما بتلاقي ان الست اللي كانت معاها ماتت بسبب النزيف، وطبعا بتزعل عليها جدا. اما توماس فبيقدر انه يصور جرايس واولي وهما في القطر من غير ما حد يشوفه، وبيبعت الصورة بسرعة لديك، وديك بيوريها لبيست. على طول بيطلب بيست من ديك انه يبعت له الصورة لانه هيبعتها للقوات. في الناحية التانية جرايس بتدي اوامر لاتنين من رجالتها يبدأوا في حفر مكان معين كده، وفي نفس الوقت برضه بيبدأ بيست يتحرك بالقوات بتاعته علشان يروحوا ينقذوا الرهاين اللي في القطر ويسيطروا على الوضع هناك. اما جرايس فبيوصل لها رسالة من نفس الشخص المجهول بالصورة بتاعتها علشان يعني تعرف ان توماس قريب منهم وقدر يصورها كمان من غير ما تاخد بالها. من هنا بتعرف جرايس ان الشخص اللي بيدور وراهم مش سهل خالص، فعلى طول بيبدأوا يدوروا على توماس بين العربيات بتاعة القطر علشان يلاقوه. توماس بقى لما بيحاول انه يستخبى ومش بيعرف بيشد الشخص اللي شافه ده وبيخلص عليه من غير ما حد يحس بيه. في الوقت ده بتطلب جرايس من البنت اللي بتشتغل معاها انها تجمع كل تليفونات الناس اللي في القطر، وقالت لها كمان اي شخص يعترض تخلص عليه في ثواني. ساعتها بتسمع صوفي الكلمتين دول فبتخبي التليفون بتاعها بسرعة من غير ما حد يشوفها، وبتاخد تليفون الست اللي ماتت وبتسلمه للبنت على اساس انه تليفونها يعني. صوفي طبعا وقتها كانت مرعوبة جدا لحسن تتكشف، لكن عامة يعني الموضوع بيعدي بسلام. بره بقى خبر اختطاف القطر بينتشر بشكل كبير، لكن ما كانوش عارفين مين اللي عمل كده، بس رئيس الوزراء بيبقى عارف ان جرايس ورا كل ده وعارف انها عاوزة تنتقم منهم بسبب اللي عملوه، وبيتعصب وقتها جدا على جورج لانه طلب منه يخلص عليهم وهو ما نفذش الاوامر، فبيعرفوا ان جرايس ما كانتش موجودة بس هو قتل ويليام فعلا، فبيطلب منه يدخل بسرعة ويقتل جرايس قبل ما امرهم يتكشف ويتفضحوا قدام كل الناس. جرايس بقى ساعتها بتدخل القطر وبتقتل شخص كده بيرفض يديها التليفون بتاعه، لكن وقتها بتلاقي بنت صغيرة مجروحة، فبتطلب من رجالتها يدوروا بين الركاب على دكتور يعالجها. فبتقوم صوفي وبتشوف جرح البنت ده وبتطلب انها تدخل على المكان اللي فيه الاسعافات الاوليه. بعدها بتدخل صوفي بالبنت على الحمام علشان تعالج الجرح بتاعها، بس بتطلب من رجاله جرايس يقفلوا عليهم الباب وهم بيوافقوا. بعد شويه صغيرين كان بيست والقوات بتاعته وصلوا على النفق، لكن مش بيقدروا يدخلوا لان جرايس قافله كل الابواب، وطبعا لو فجروها هيحسوا بيهم وكمان الرهاين هتتعرض للخطر. توماس في الوقت ده كان بيراقب صوفي من بره وبيعرف انها في الحمام، فبيفك قطعه من الحمام كده علشان يقدر يشوفها. اما جورج فبيوصل هو كمان على النفق وبيبقى عاوز يحصل هجوم علشان يخلصوا على جرايس، وما كانش فارق معاه لا رهاين ولا غيره، لكن بيست بيرفض، وده لان حياه الرهاين عنده اهم من جرايس واللي معاها، وبيفضل مصمم على رايه كمان، وبيعرف جورج انه مش هيتحكم فيه. في الوقت ده بيتكلم توماس مع صوفي وبيطلب منها تكمل فك المرحاض علشان يهربها، لكن صوفي بترفض وبتعرفه ان القطار فيه مصابين كتير وهي هتفضل معاهم علشان تعالجهم. وعلى
وعلى الرغم من محاولات كتير من توماس إلا إنها في النهاية بترفض إنها تروح معاه. بس في النهاية يعني بيستقروا على حل تاني خالص بيرضيهم هما الاتنين. في نفس الوقت ده في مكان تاني بتقدر القوات انهم يدخلوا على المكان اللي فيه القطر علشان يشوفوا الوضع بدون ما حد يحس بيهم، وجوه القطر بتقدر صوفي تهرب الطفلة مع توماس، وبتخلي توماس كمان يضربها علشان تفقد الوعي ويبان انها ملهاش علاقة بالموضوع. اول بقى ما بيدخل رجالة جرايس على الحمام بيعرفوا ان توماس هرب الطفلة وضرب صوفي، فبيفضلوا يضربوا نار على المكان اللي الطفلة هربت منه، لكن مش بيحصل اي حاجة. في الناحية التانية بتتصدم القوات لما بيلاقوا رجالة جرايس في انتظارهم وكأن حد بلغهم انهم جايين، واللي بيبدأوا وقتها يضربوا عليهم نار بكمية كبيرة وبيقدروا كمان يموتوا 2 منهم، فبيقرر الباقي انهم ينسحبوا بسرعة قبل ما تحصل لهم خسائر اكتر. بعد كده بيدخل اولي لجرايس وبيعرفها باللي حصل، وبنعرف بقى وقتها ان ليها جاسوس بين القوات هو اللي بلغها بدخول الحراس، علشان كده طلبت من اولي ورجالته انهم يستعدوا. في الناحية التانية اثناء ما توماس والطفلة بيبقوا ماشيين بتخبط البنت في حاجة وبتطلع صوت، فبيسكتها توماس بسرعة وبيبقى المفروض يستخبى قبل ما حد يشوفه. اما الحراس وقتها فبيرجعوا لبيست وبيعرفوا ان جرايس كانت على علم انهم داخلين، وبيعرفوا ان في خاين بينهم، وتوماس بيطلع الطفلة فوق القطر وبيستخبوا علشان ما حدش يشوفهم، وبيطمنها انه هيخرجها يعني من المكان ده بسلام. في نفس الوقت ده بتتصل جرايس عليهم في مكالمة فيديو وبتطلب انها تتكلم مع بيست، ولما بتكلموا بتعرض عليه اقتراحين يختار منهم. الاول ان رئيس الوزراء يطلع قدام الكل ويعترف ان هو اللي طلب منهم ينفذوا المهمة، والحل التاني هو انه يحول لها مبلغ كبير جدا على حساب هتقوله عليه، ويوفر لها كمان طريق امن تخرج بيه من المكان. فبيوافق بيست مقابل انه يستلم عدد معين من الرهاين، وجرايس بتوافق بس بتحط شرط ان هو اللي يدخل ياخدهم بنفسه ويجيب معاه جورج كمان. بنرجع لتوماس اللي بيعرف الطفلة على خطة تخرج بيها من المكان، وبعد كده بيهجم على رجالة جرايس اللي كانوا واقفين قدام القطر وبيخلص عليهم، وبيخلي الطفلة تجري بسرعة وتخرج من الباب اللي يوصلها لمكان القوات علشان ينقذوها. في الوقت ده جرايس ما كانش داخل عليها الموقف اللي حصل مع صوفي، وكانت شاكة ان صوفي وتوماس على علاقة ببعض، وبيكتشفوا كمان ان التليفون اللي سلمته مش بتاعها. ساعتها جرايس بتطلب من البنت اللي معاها انها تاخد صوفي وتدور على التليفون بسرعة، فبتفتشها البنت علشان تلاقي التليفون، بس صوفي وقتها بتتضايق من طريقتها جدا وبتضربها، فبتطلع البنت السلاح علشان تقتلها، لكن جرايس بتتدخل وبتوقفها. في نفس الوقت ده توماس بيهجم على واحد من رجالة جرايس وبيقدر برضه يقتله، وبيدخل بعد كده على المكان اللي بيحفروا فيه علشان يفهم هم عاوزين يوصلوا لايه، بس بياخد كده كيس مخدر وبيحطه على الجرح بتاعه علشان يقدر يكمل اللي بيعمله. اول بقى ما الراجل بتاع جرايس يخلص حفر بيطلع على المكان اللي فتحه علشان يكمل مهمته، ووقتها بيدخل بيست وجورج على المكان اللي فيه القطر علشان يقابلوا جرايس، فبيخرج لهم اولي في الاول وبيفتشهم وبعد كده بياخد منهم الاسلحه. وفي الناحيه التانيه توماس بيقدر يخلص على الراجل اللي لسه في مكان الحفر، وبيطلع بعدها ورا التاني اللي معاه الشنطه. جورج وبيست بقى اول ما بيدخلوا لجرايس بيطلب بيست منها الرهاين، لكن جرايس بترفض وبتقتل بيست قدام جورج علشان تخوفه، ووقتها بيدخل جورج وجرايس في مواجهه ضد بعض، لكن جرايس بتعرفه انه مش هيقدر عليها، وبتتكلم ساعتها عن المهمه اللي امرها تعملها هو ورئيس الوزراء، وبتعرفه انه لو ما اعترفش بانه السبب هتاخد الفلوس اللي طلبتها، لكن جورج بيقول لها انه مش هيعترف بحاجه، وكده كده صاحب شركه الغاز هيتكفل بالفلوس كلها لانه هو المستفيد الاكبر. بنعرف بقى وقتها ان خطه جرايس هي انها تحفر في المكان ده بالذات لانه بيوصل لخط انابيب الغاز، وبتبقى طالبه من الراجل بتاعها انه يحط المتفجرات في المكان ده علشان لو ما نفذوش الاوامر تفجرها على طول. في نفس الوقت ده بيرفع توماس السلاح على الشخص المسؤول عن المتفجرات، لكن بيعرف توماس وقتها انه لو ضرب نار هيفجر المكان والكل هيموت، فبيخاف توماس لا يعمل كده بجد، وبيسيب السلاح وبيدخلوا الاتنين في مواجهة قوية جدا ضد بعض. بيحاول وقتها الراجل انه يهرب، لكن توماس بيفضل وراه لحد ما بيقعوا هما الاتنين في مكان غويط كده والراجل ده بيموت. المهم بعد كده بيروح صاحب شركة الغاز في اجتماع خاص بالوزراء، وبيوافق في النهاية انه يدفع الفلوس اللي مطلوبة. اما توماس في الناحية التانية بيقوم وهو تعبان جدا بسبب الوقعة، وبيتصل ساعتها على ديك علشان يعرفه بخطة جرايس، لكن وقتها بيتصدم توماس لما بيعرف من ديك ان بيست مات وهو دلوقتي اصبح القائد بداله، فبيطلب منه يتصرف بسرعة قبل ما جرايس تفجر المكان، وبيعرفه انها لو حتى خدت الفلوس هتفجر المكان برضه علشان تنتقم من الكل. بنعرف وقتها ان ديك هو الخاين اللي بيوصل لجرايس الاخبار، واللي بتأمره وقتها انه يوصلها بتوماس يا اما هتقول للكل عليه انه خاين، فبيخاف ديك وقتها وبيضطر يقول لها ان صوفي تبقى حبيبة توماس، ولو عاوزة توماس يظهر هيبقى بمساعدتها. توماس
توماس بقى بيفضل يعافر علشان يخرج من المكان اللي هو فيه لحد ما بيوصل له رسالة من صوفي بتطلب منه يجي يهربها. في الوقت ده بيعرف انه فخ، لكن بيقول لها على المكان اللي هو فيه، فبيطلع أولي علشان يقتله، لكن توماس كان عامل حسابه وبينقض عليه وبيمسكه. بعد كده بيدخل لجرايس القطر وهو حاطط السلاح على دماغه، فبتقف جرايس هي كمان وبتهدده بصوفي. الاتنين بيفضلوا مصممين على كلامهم ومحدش منهم بيتنازل لحد ما جرايس بتقرر تضرب نار على اخوها علشان تنهي الموضوع البايخ اللي هم فيه ده. فعلا بتضربه طلقة لكن مش بيموت، وتوماس كمان في نفس الوقت بيضرب عليها نار علشان ينقذ صوفي، لكن سلاحه بيبوظ ورجالة جرايس بيضربوا عليه نار، فبيرمي عليهم أنبوبة غاز وبيفجر المكان كله، والكل وقتها بيسمع صوت الانفجار، والأخبار بتعلن إن القوات هي السبب في اللي حصل علشان يسيطروا على الوضع. بعد كده بتتصل جرايس فيديو على ديك وبتعرفه إن توماس دمر المكان ولو ده اتكرر هتنتقم من الكل، لكنه بيهديها وبيقول لها إن الفلوس جاهزة للتحويل والهليكوبتر كمان جاهزة علشان تنقلها. في الوقت ده بيحس جورج بحاجة غريبة تجاه ديك وبيشك فيه كمان بسبب طريقة كلامه معاها. عامة بتعرف جرايس ان الفلوس خلاص اتحولت زي ما طلبت، فبتاخد اخوها وباقي رجالتها علشان يكملوا المهمة قبل ما توماس يظهر مرة تانية، وديك في نفس الوقت بيستعد هو والقوات علشان يقفوا في اماكنهم ويستعدوا لخروج الرهاين وجرايس. بعد كده جرايس بتاخد صوفي علشان تبقى امان ليها لحد ما تخرج، وبيطلعوا على المكان اللي فيه خط الغاز، وتوماس برضه بيروح وراهم. بعدها بيلبسوا كلهم أقنعة لأنهم بيفتحوا خط الغاز علشان يهربوا من خلاله، فبيجهز توماس على طول لبسه هو كمان علشان يروح وراهم. أولي بقى ساعتها بيطلب من جرايس تمشي هي وهو هيشوف توماس، بس أول ما بيرجع لتوماس بيضربه وبيشيل من على وشه القناع علشان يتخنق بالغاز ويموت. بعد كده بيروح ورا جرايس علشان ينقذ صوفي منها، ومن بعدها بيطلع القطر من النفق وبتنزل منه كل الركاب ومن ضمنهم رجالة جرايس متخفين ما بينهم، لكن القناصين بيقدروا يتعرفوا عليهم وبيبدأوا يقتلوا فيهم، وبعد كده بيدوروا على جرايس لكن مش بيلاقوها. جرايس بقى وقتها بتطلع من مكان تاني خالص علشان تكمل خطة الهروب بتاعتها، بس بيوصل توماس وراها برضه، لكن بتطلع وقتها جرايس جهاز التفجير وبتفجر خط الغاز بالكامل. ساعتها طبعا المحطة والقطر والمكان اللي فيه ديك وجورج بيتفجر بالكامل وبيتهدم عليهم، وكمان المكان اللي فيه توماس وجرايس بيبقى فيه تفجير هو كمان، وبسببه بيقع توماس على الارض. ساعتها بتطلع جرايس السكينه وبتضرب صوفي في رجلها وبتطلع تجري، فبيجري وقتها توماس على صوفي علشان يشوفها، لكنه بتطلب منه يقتل جرايس. في نفس الوقت ده بيفوق ديك وجورج، لكن لما بيعرف ديك ان جورج كشف امره وعرف انه خاين بيضربوا ديك وبيموته علشان ما يهددوش. ساعتها بيظهر فيديو جرايس مصوراه في التلفزيون والكل بيشوفه، واللي فيه بتكشف حقيقه رئيس الوزراء واللي عمله مع اهل القريه، وبنعرف بقى انها كانت مصوره جورج وهو بيتكلم معاها وبيعترف كمان باللي عمله. وطبعا بيتفضح وقتها رئيس الوزراء قدام الكل وما كانش عارف هيتصرف ازاي في المصيبه اللي هو فيها دي. بنرجع مره تانية لجرايس اللي بتهجم وقتها على توماس علشان تخلص عليه، لكن هو كمان بيبقى قوي وبيفضل يضرب فيها بكل قوته، وبيقدر كمان يتفادى الضربات بتاعتها، وفي الاخر بيقدر يسيطر عليها وبيقعدوا في العربيه مع بعض. جرايس كانت مبسوطة منه جدا لأنه بيشبهها في حاجات كتير، فبتطلب منه يتحدوا سوا لأنها معجبة بيه، لكن توماس بيرفض وبيضربها بالسكينة في رقبتها وبيخلص عليها أخيرا. وبعد كده بيرجع بقى لصوفي وبيعرض عليها الجواز وبيقدم لها الخاتم بتاع تيتا كمان، وساعتها بتقول له صوفي إنها عرفت كل حاجة عنه بس مش هيبقى كويس يعني لو هم ارتبطوا. فبيعيط توماس لأنه بيحبها جدا ومش عاوز يخسرها، بس وقتها يعني لما صوفي بتتأكد إنه بيحبها بالشكل الفظيع ده بتقرر تتجوزه. المهم بعدها بيتكلم كل الإعلام عن ديك لأنهم بيعرفوا إنه خاين وإن هو كمان اللي أخد الفلوس كلها، وبيطلع أمر باعتقاله لكن محدش بيبقى عارف مكانه فين. أما رئيس الوزراء بيطلع في مؤتمر وبيقول إن هو ما عملش أي حاجة وإن كل الكلام اللي حصل ده مؤامرة من ديك، لكن الناس كلها بتبقى ضده وبتطالب باستقالته من منصبه. بعد شوية بيتجوز توماس وصوفي أخيرا وكانوا فرحانين جدا إنهم بقوا مع بعض. بعد كده بيجي تليفون لتوماس من شخص بيعرفه مكان ديك وعرفه كمان إنه قدر يعرف مكان الفلوس، فبيقرر توماس إنه يأجل شهر العسل شوية علشان يروح يرجع الفلوس ويقبض على ديك. بس أول ما بتعرف صوفي بتطلب منه يخلص عليه لأنه خاين، وبيفرح توماس وقتها جدا إنها بقت متعاونة معاه وبتدعمه. وبيخلص الفيلم على كده. يا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفونا علشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم الفيلم الجاي، سلام.